اتكلم عن الكلام اللي بيتقال، يعني مش هنقول حظ، مش هنقول مش عارف ايه، مع احترامي يعني. نادي الزمالك كانوا كبير، اسم نادي الزمالك نفسه مش اللعيبه كانوا كبير. نادي الزمالك بطولات افريقيه، بطولات عربيه، بطولات محليه، كاس، كل حاجه. بصراحه المجموعه اللي موجودين يعني بصراحه احنا كلاعيبه، وانا واحد اولهم بنقلل اسم نادي الزمالك، وانا بصراحه بتمنى نبطل كوره بامانه والله العظيم، لان يعني مش معقول في 4 ماتشات وبنقول ننافس على بطوله، وده اول بطوله نشترك فيها. السنه اللي فاتت ولا بطوله، ولا قبلها ولا بطوله، ولا قبلها ولا بطوله. حرام يعني، حرام علينا يعني، سواء الفلوس اللي بناخدها ولا الاكل حتى اللي احنا بناكله، لان بالطريقه دي احنا بصراحه بنظلم نفسنا المجموعه كلها. يعني انا شايف واحد من الناس يسيبوني احترف، يسيبوني ابطل، يعملوا اي حاجه، لان انا بصراحه هنزل اتمرن ليه؟ هنزل العب ليه؟ انا بصراحه مش لاقي كلام انا اقوله. حسب الله ونعم الوكيل فينا يعني. مش عارف، مش قادر اتكلم بامانه يعني. انا تعبت نفسيا بامانه. انا كل يوم اروح، كل ماتش اروح، بقى لي 4 ماتشات بروح اتشتم من الجمهور، سواء جمهور اهلي جمهور زمالك، تقطيع في الجرايد، تقطيع في الاعلام. طب ولغايه امتى يا جماعه؟ يعني انا لغايه امتى مثلا؟ انا جاي نادي كبير زي نادي الزمالك، جاي ان انا اسمي يعلن، يعني نادي الزمالك هو اللي يعليني، مش جاي ان انا كل ماتش اتحرق دمي، وكل ماتش نحرق دم جمهورنا، نحرق دم الاداره. احنا كلاعيبه مش عارفين ندخل النادي، ولا عارف اطلع بيتنا، لا عارف انام، لا عارف اكل، لا عارف اشرب. بقى لنا 4 ايام كلنا هناخد عهد على نفسنا، هناخد عهد على نفسنا ونضحك على نفسنا بالكلام ومعلش وهنتعوض ومش عارف ايه. كان قبل كده فرق 14 بونت، كان فرق 14 بونت، بس كانت المجموعه اللي موجوده كانت عاوزه، كان في قلب، في روح. لكن احنا لو فرق بونت مش هناخد الدوري ولا هناخد ولا بطوله، بالطريقه دي مش هناخد ولا بطوله. عمرو بصراحه اتحمل مسؤوليه الجهاز ام اللاعبين؟ ما نتحملش مسؤوليه، كلنا نتحمل مسؤوليه، بجهاز بلعيبه.